من يوم ما اتجوزت وانا في امتحان من حماتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف حكايه النهارده بتقول ايه، وصاحبه الحكايه مستنيه رايكم في الكومنتات. اسمعوا الحكايه للاخر وقولوا لها رايكم لانها هتاخد براي الاغلبيه. بتقول كنا خامس يوم رمضان وجوزي كان عازم والدته وبنتها اللي هي حماتي يعني واخته، واول ما جم قبل المغرب بنص ساعه، واول ما جم راحوا ناموا على الانتري. انا كنت محضره كل حاجه ومحضره الاكل وكل حاجه مخلصاها، فرحت قلت لبنتها بصي انا حضرت كل حاجه، يلا بينا نرص السفره على ما اخوك يجي يكون المغرب اذن ونقعد نفطر. سمعت الكلام وطنشت، ما حطتش في دماغها اصلا. دخلت المطبخ وحضرت كل حاجه وجهزتها وحضرت السفره كمان. كان جوزي جه والمغرب بيأذن، هو كان بيغير هدومه. رحت رصيت السفره وخلصت ورحت قلت لهم يلا يا جماعه اتفضلوا انا حضرت السفره. اول ما قعدنا على السفره وجوزي جه راحت حماتي قايله لجوزي وعرفنا كده واحنا جايين نشتغل عندك او اختك دي خدامه. فقال لها يعني ايه؟ انا مش فاهم. قالت له اصل مراتك اول ما جينا قالت لاختك يلا قومي كده، قومي حضري معايا الحاجه، قومي اعملي بلقمتك ورصي معايا الحاجه على السفره. فبصت لهم باستغراب، انا عملت كده؟ فراحت بنتها قايله انت قلتي كده وعملتي كده. حلفت بالله ان انا ما عملتش كده. فراحت حماتي قالت يعني ايه انت بتكدبيني؟ قلت لها طب احلفي على مصحف ان انا قلت كده. قالت لي يعني انت بتكدبيني يعني؟ طب انا همشي وما عدتش جايه هنا تاني. من ساعه ما قلت الجمله دي والدنيا قامت وما قعدتش تاني. جوزي ضربني ضرب نيبني في قلب الارض. مسكت في المفرش بتاع السفره الاكل كله وقع في الارض. مسك طبق وفضل يضربني فوق دماغي لحد ما دماغي اتفتحت، ورحت بعدها خيطت 7 غرز. طلعت اجري على الباب، فتحت الباب وصوتت واستنجدت بالجيران. الجيران فعلا جم واتلموا لدرجه ان الرجاله اللي هم جيراننا مسكوا في جوزي من كتر الضرب اللي هو ضربهولي والدم اللي سايح عليا على وشي. وبعدين خدوني ودوني المستشفى واتصلوا بوالدي ووالدتي. والدي ووالدتي جولي المستشفى وشوفوا منظري كان حاجه صعب، متبهدليني بمعنى الكلمه. خلصت المستشفى واخدوني على طول وراحوا القسم وعملت محضر. وبعدين جابوا جوزي وجوزي اتحبس، ووالدي ووالدتي واخواتي راحوا الشقه بعديها تاني يوم وخدوا كل اللي في الشقه خلوها على البلاط. وكمان جوزي كان بيبعت اهله كده من هو في قلب القسم، بيبعتهم ان احنا نتصالح وانا اروح اتنازل يعني عن المحضر ونرجع ومش هيجيب والدته تاني. والدته جات لي وانا كنت رافضه الموضوع ده كله. جات لي واول ما جات نزلت فيها شتيمه، ما كنتش حاسه بنفسي وفاقده الوعي من كتر اللي عملوه فيا. بهدلوني بمعنى الكلمه وهي واقفه تتفرج عليا هي وبنتها. والدي سابني ووالدتي ان انا اقول اللي انا عايزاه من كتر اللي انا فيه، وانزهقي سابوني وكرشتها وطردتها بره البيت. ودلوقتي هو بيبعت لي من جوه الحجز وبيقول لي ان انا اتنازل ونرجع، وانا مش عارفه اعمل ايه. ارجع خصوصا ان انا معايا ولد وبنت في ابتدائي ومش عارفه اعمل ايه. هل ارجع فعلا وهو هيصدق في كلامه ان هو خلاص يعني مش هيخلينا نحتك ببعض تاني، ولا هل ده كمين منهم مثلا وهيبهدلوني تاني؟ انا عايزه اعرف رايكم، قولوا لي رايكم ايه. انا عايزه اقول لها بصي انا من رايي ان فعلا اللي حصل معاكي ده يأثر فيكي جدا. لو حصل مع اي واحدة فينا طبعا هتتأثر وهتزهق وتزعل وتبقى كارهة الدنيا باللي فيها. بس انت معاكي ولد وبنت، فانت المفروض تعيش عشانهم وترجعي عشانهم. هو مش كمين ولا حاجة، هو مش هينفع برضو حبسة جوزك ديت، لان في الاول والاخر انت معاكي منه عيال، واي حاجة هتبقى وحشة يعني هتمس عيالك. فما ينفعش ان هو يفضل محطوط عشان خاطر سبب زي ده. ولازم تمشي الدنيا، ومش عشان خاطر يعني حصل موقف وحش يبقى احنا نقفل الدنيا خلاص ونسيب بعض. والولد والبنت دولت قدام كل المواضيع دي هتأثر ما بينهم. خليهم يعيشوا ما بينك انت ووالدهم ومشي الدنيا. ولو انت معرفتش تمشي مع حماتك يعني كويس، خلاص يعني يقتصروا مع بعض في الكلام، وكل واحد في بيته وكل واحد في مكان، وهي ربنا يسهل لها. وسامحي والله ربنا بيعوض في الاخر. وده رأيي، وانتوا برضو اكتبوا لها رأيكم في الكومنتات. ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو، ومع السلامة.